في ناس بتضحكك وناس بتغير فيك، لكن قليل جدا اللي يعمل الاتنين مع بعض. نجيب الريحاني مش مجرد اسم في التاريخ، ده راجل غير شكل الكوميديا، غير شكل البطل اللي الناس عارفاه. قدم فن مصري بنسبة 100%. كان بيحكي عن مشاكل الشعب. نجيب الريحاني كان النسخة الأصلية بتاعته، ما كانش واخد الكاركتر بتاعه من حد تاني كان قبله. تعالوا نرجع بالزمن ونعرف حكاية الراجل اللي ضحك الناس كلها على أحزانها. نجيب إلياس ريحانة، وده اسمه الحقيقي. اتولد سنة 1889 في حي باب الشعرية. أبوه كان تاجر عراقي وأمه مصرية. نجيب الريحاني اتعلم اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية كويس جدا لحد لما كبر واشتغل في البنك الزراعي. نجيب الريحاني كان شكله شاب عادي جدا، لكن هو كان معجون بالفن. كان بيعشق التمثيل من صغره، خصوصا المسرحيات الفرنسية، وابتدى يكتب قصص صغيرة مع صحابه. لحد في يوم ما راح اتفرج على مسرحية لجورج أبيض، وأول ما خرج حس إن هو عايز يكون على خشبة المسرح مع الناس دي. وبدأ فعليا مع فرقة جورج أبيض، ولكن كانت أدوار صغيرة جدا. بس نجيب ريحاني كان دايما بيراقب ويتعلم ويدون كل تفصيلة. بعد شوية ساب جورج أبيض وراح عمل فرقة مستقلة مع صديقه الكاتب بديع خيري وشوية من أصدقائه. الفرقة بدأت على استحياء، لكن بعد كده كبرت وبقت من أشهر الفرق في مصر. وأهم نقطة إن كان نجيب الريحاني كان أول واحد يخلي الطبقة الشعبية ليها صوت على المسرح، يخلي البطل مش ابن باشا، مش شاب وسيم. وابتدى يعمل شخصيات زي كشكش بيه والفلاح الطيب اللي مش لاقي ياكل. فرقة نجيب الريحاني ما كانتش بس فرقة مسرح، دي كانت منصة تغيير. قدموا أكتر من 30 مسرحية، كلهم بيتكلموا عن الناس، عن مشاكلهم، عن الحكومة والرشاوي، عن التعليم. وأشهر مسرحياته كانت كشكش بيه، دي كان شخصية اخترعها وبقت أيقونة زمان. ومسرحية الدلوعة والجنيه المصري والدنيا على كف عفريت والستات ما يعرفوش يكذبوا. المسرحيات دي كانت مكسرة الدنيا وقتها، لكن للأسف مش موجودة دلوقتي أي نسخ منها على اليوتيوب أو على الإنترنت. وأنا هنا بتكلم عن المسرحيات اللي ظهر فيها نجيب الريحاني بنفسه، عشان في مسرحيات على اليوتيوب تبع فرقة الريحاني بس مش ظاهر فيها نجيب الريحاني، أو المسرحيات اللي مثل فيها نجيب الريحاني ما اتصورتش. ممكن هتلاقي منهم نسخ صوتية بس، ودي هتلاقيها في التلفزيون المصري أو في الإذاعة والتلفزيون. اللي خلى فرقة الريحاني تنجح إنها كانت بتخاطب الشارع مش النخبة، بتغير في النص حسب الجمهور كل ليلة، وده كان شيء ثوري وقتها. وبسبب حب نجيب الريحاني الشديد للمسرح كانت أعماله السينمائية قليلة. وبدأ سنة 1938 بفيلم سعاد الغجرية، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت سنة 1941 بفيلم سي عمر. السينما كانت مساحة مختلفة، والريحاني قرر ياخد نفس الكاركتر بتاع المسرح ويطوره أكتر. الناس شافته أبو حلموس، أحمر شفايف، لعبة الست، سلامة في خير، وفيلم غزل البنات كان آخر أفلامه. في كل فيلم كان بيقدم الشخصية اللي شبه الجمهور، الموظف البسيط اللي دايما في حيرة عايش في وسط النفاق الاجتماعي. الغريب إن نجيب الريحاني ما كانش بيحب السينما زي المسرح، لكن عرف يطوعها لصالحه ويخلي الكاميرا تتكلم زيه. وعايز أقولك إن نجيب الريحاني قدم 9 أفلام بس في تاريخه، ومش كلهم كمان موجودين دلوقتي على اليوتيوب أو على الإنترنت. و9 أفلام بالنسبة لفنان مصري زمان ده كان رقم قليل جدا. يعني عايز أقولك إن متوسط أفلام إسماعيل ياسين كانت 9 أفلام بس في السنة. يعني إسماعيل ياسين سنة 1959 عمل فيلم لوكاندا المفاجآت، وعريس مراتي، ورحلة للقمر، وحماتي ملاك، وحسن وماريكا. وعمل مسرحية كمان حب وفلوس وجواز، وفيلم المليونير الفقير، والعتبة الخضراء، والبوليس السري، واسماعيل ياسين في الطيران. الأفلام دي كلها اسماعيل ياسين قدمها في سنة واحدة، ودي ما يعادل أعمال نجيب الريحاني السينمائية كلها. كوميديا نجيب الريحاني ما كانتش كوميديا صوت عالي وضحك وخلاص، دي كانت كوميديا فلسفية. لو صح التعبير بيحطك في مواقف حقيقية يخليك تضحك، بعد كده تسرح وتسأل نفسك هو احنا ليه كده. كان بيكسر التابوهات الاجتماعية من غير ما يزعق. في مسرحية الجنيه المصري كان بيتكلم عن الفساد الحكومي، وفي أحمر شفايف انتقد الطبقية في مصر. وده كان السبب إن أفلامه لسه عايشة لحد دلوقتي. إن ممكن تتفرج على فيلم تشوف موقف تحس إن هو ده اللي بيحصل في حياتك دلوقتي، مش هتحس إن لأ الحاجات دي كانت بتحصل من 60 سنة ومن 70 سنة. لا يمكن إن أنت تحس بيها أو تحس إن أنت هتتحط في موقف زيه. نجيب الريحاني ما كانش مهرج، ده كان راجل بيضحكك عشان يقولك الحقيقة بس بطريقة ما تزعلكش. الذات السعادة في الوفاء. قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة، وروني جزار يديني حتة لحمة
يديني حته عظمه كنت مالها وفاء. طالع اتفضل كمل حضرتك. يلا. سيب لهم طريق السعاده. نجيب الريحاني كان دايما يظهر بنفس الهيئة، بضلة بسيطة، شنبه تقيل، شعر مفرود، نظرة فيها مسحة حزن. هو اللي اخترع كاركتر الموظف اللي لابس شيك بس جيبه فاضي. الجميل ان خلى الحزن جزء من الكوميديا، وده سر عبقريته، ان بيضحك بس من جواك تحس انك شبهه وهو شبهك، ان الضحكة يطلع منها وجع. وده كان ستايل كوميديا محدش عملها قبله تقريبا، وهي الكوميديا السوداء، ان بيقدر يخلي الناس تضحك على احزانها. عشان كده الناس حبته. الناس حبت نجيب الريحاني لأنه ما كانش فوقهم، كان وسطهم. شافوا فيه أبوهم وخالهم وابنهم أو حتى نفسهم. حتى لما نجح ما كانش عنده الحتة بتاعت النفس النجومية اللي تخلق حاجز بينه وبين الجمهور أو تغير في شكل القصص اللي هو بيقدمها. وعلى فكرة كتير من المؤلفين أو المخرجين دلوقتي بقوا بيقتبسوا أو بياخدوا إفيهات من أفلام نجيب الريحاني اللي كانت من 70 و80 سنة. ان انا ممكن اعرض لك دلوقتي افيهات او مشاهد. غالي قوي قوي. عندكم جبنه رومي شغل بره؟ في بس 120 قرش. 120 150 مش مهم. ورينا ما اشوف. يا اخي ده كده زي المفسدين. لا بلاش. مالكم تعرير الملح عليه كده ليه؟ والطوش ماله بتعرف كده. فين العيش بتاعكم؟ ايه حدوه كمان؟ لا ايه ده؟ هاتوا الزباين حاجه كويسه. وكانت آخر أعمال نجيب الريحاني فيلم غزل البنات في سنة 1949، بعد ما خلص تصوير مشاهده في فيلم غزل البنات مع ليلى مراد وأنور وجدي. تعب فجأة وتشخص إن عنده تيفود ومات قبل عرض الفيلم. ولكن أعماله ما ماتتش، هو سايب تراث عايش لحد النهاردة، وكل كوميديان بيقلده حتى لو هو مش واخد باله. عشان نجيب الريحاني أسس مدرسة خاصة بيه في الكوميديا. ولكن موت نجيب الريحاني ما كانش أسوأ حاجة في القصة، عشان الأسوأ لسه جاي معانا دلوقتي. وبعد أكتر من 70 سنة على وفاة نجيب الريحاني، وفي قعدة صفا جامعة المخرج محمد فاضل والمؤلف محمد الغيطي قرروا إن هم يدمروا السيرة الذاتية لنجيب الريحاني. وقالوا اشمعنى المخرجين والمؤلفين اللي دمروا السيرة الذاتية لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني وعملوا مسلسل سيء واسماعيل ياسين، وخلوا السيرة الذاتية بتاعتهم بقت مادة للسخرية وللضحك. فقال لك اشمعنى نجيب الريحاني، وتعالوا نعمل مسلسل عن نجيب الريحاني. وقرر المؤلف محمد الغيطي يبوظ الأحداث التاريخية كلها في حياة نجيب الريحاني، وخلى الأحداث اللي كانت جديدة قديمة. ناس اتعرف عليهم في لبنان قال لك اتعرف عليهم في مصر، ناس اتعرف عليهم في مصر قال لك لا ده اتعرف عليهم بره مصر. بص شقلب لك حياة نجيب الريحاني كلها. ولو انت عايز تعرف بالظبط محمد الغيطي بوظ ايه في قصة حياة نجيب الريحاني بالظبط، تقدر تشوف الفيديو بتاع محمد طاهر، كان بيتكلم وبيقارن بين المذكرات نجيب الريحاني اللي هو كتبها بنفسه والعبث اللي حصل في مسلسل الضاحك الباكي. والمؤلف اللي اقل حاجة تتقال عليه ان هو مؤلف فاشل ما بيفهمش حاجة، لما جه في برنامج تلفزيوني المذيع بيسأله بكل بساطة ان في احداث محطوطة غلط في المسلسل، فابتدى يتنرفز ويهيج ويقل ادبه على المذيع. لا بروح امك، انا مراجعها كويس. انا اسف، انت تقعد في حته، انت بتكلم اساتذه، انت تحترم نفسك وتبلع ريقك وانت بتتكلم. وانا مش عارف المذيع سكت له ليه بصراحة. بس احنا عندنا في مصر اي حد سواء كاتب مخرج ممثل مغني اي حاجة بتفشله لازم يطلع يصيح ويقول لا انا مش غلطان وانتوا اللي ما بتفهموش حاجة. من هذه الشخصيه لتنتقد؟ انا هقوم امشي. ونسيب بقى المؤلف دلوقتي ونيجي للمخرج اللي هو محمد فاضل. واخر حاجة اخرجها محمد فاضل كانت سنة 2012 مسلسل ربيع الغضب ومسلسل السائرون ياما. والاعمال دي كانت بطولة مراته فردوس عبد الحميد اللي جابها تعمل ام نجيب الريحاني في مسلسل الضاحك الباكي، وكانت عاملة الدور بسم الله ما شاء الله عليها اسوأ ما يمكن. عايز اقول لك كمان ان المخرج محمد فاضل عمل فيلم سنة 99 اسمه كوكب الشرق، بيحكي قصة حياة أم كلثوم. تخيل المخرج محمد فاضل جاب مين تعمل أم كلثوم في الفيلم؟ أيوة زي ما أنت توقعت، جاب مراته فردوس عبد الحميد تعمل دور أم كلثوم في الفيلم. بس ثانية واحدة، إيه اللي جاب عمرو أديب هنا؟ والفيلم ده أنا لحد دلوقتي مش لاقيه على الإنترنت، بس تقييمه تحت الأرض. بس إن شاء الله لو عرفنا نوصل لنسخة من الفيلم ده أكيد هنتكلم عنه. ده ما يمنعش أو ما يعارضش إن المخرج محمد فاضل ليه أعمال كتيرة أوي حلوة من مسرحيات وأفلام ومسلسلات، زي مسلسل أبناء الأعزاء شكرا ومسلسل أبو العلا بشري اللي أنا كنت بحبه أوي زمان. بس مع الوقت مستوى المسلسلات بتاعته ابتدى يقل.
نيجي بقى لعمرو عبد الجليل اللي عامل دور نجيب الريحاني. ومتخيل شكل عمرو عبد الجليل ده عامل دور نجيب الريحاني وهو 17 18 سنة. ده ما يجيش نجيب الريحاني وهو 50 سنة. بس هو قرروا يجيبوا عمرو عبد الجليل في الدور ان هو فيه شبه من نجيب الريحاني. وفي فيلم كلمني شكرا تقريبا كان عامل مشهد بيقلد فيه او كأنه بيتخيل نفسه مكان نجيب الريحاني، فهو قرروا يجيبوا عمرو عبد الجليل يعمل الدور. ولكن برضو عمرو عبد الجليل كان عامل الدور سيء جدا. بس برضو عمرو عبد الجليل مش هو لوحده اللي سيء، انت معاك ممثلين سيئين، مخرج سيء، مؤلف سيء. فحتى لو عمرو عبد الجليل كان عامل الدور حلو كان برضو العمل هيطلع وحش وفاشل. وكل الممثلين دول على فكرة طلعوا بعد المسلسل قعدوا يقولوا لا المسلسل كويس والمسلسل حلو والمسلسل ناجح والمسلسل مفهوش مشاكل. وكل الناس أجمعت إن في أخطاء في الكتابة وفي الإخراج وفي كل حاجة، حتى في اختيار الممثلين. انت جايب ممثلين مالهمش أي علاقة بالشبه بالشخصيات الحقيقية في قصة نجيب الريحاني. وبيتحط مسلسل الضحك الباكي السيرة الذاتية لنجيب الريحاني على الرف جنبه مسلسل السندريلا ومسلسل أبو ضحك جنان ومسلسل حليم. إن هما دلوقتي بقوا مادة للسخرية على السوشيال ميديا. إن أنت بتعرف الجيل الجديد والناس اللي ما حضرتش جيل عبد الحليم أو ما سمعتش عنهم، إن أنت بتقدمهم بصورة مضحكة للناس مش هتعرف تاخد قصة حياتهم بجد بعد كده. إن أنت المفروض بتقدم السيرة الذاتية أو قصة حياة الفنانين دول لجيل لسه طالع جديد هو ما يعرفش اي حاجة عن الفنانين دول، ممكن حتى ما يكونش اتفرج على افلام ليهم. فانت بتعرض له مسلسل بيحكي قصة حياتهم بممثلين ادائهم مضحك بقصص مضحكة، فبتخليهم الصورة بتاعت الفنانين دي بتتهدم دلوقتي. وفي الاخر يا رب يكون مسلسل الضحك الباكي السيرة الذاتية لنجيب الريحاني اخر الاعمال اللي تتعمل سيرة ذاتية عن الفنانين بتوع زمان. ان انت مش بس بتبوظ صورتهم للجيل الجديد اللي ما شافش اي اعمال للفنانين دول، انت كمان بتدلس الاحداث التاريخيه بين النجوم وبعضيها في المسلسلات. عشان انت ممكن تلاقي احداث مثلا في مسلسل السندريلا اللي بيحكي قصه سعاد حسني مذكور فيه قصه لعبد الحليم حافظ مش موجودة أو مختلفة تماما عن مسلسل عبد الحليم حافظ وهو بيحكي قصة فيها سعاد حسني. فأنت هتلاقي السير الذاتية للفنانين كلها ضربة في بعضيها. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته والسلام عليكم. بركات الله عليكم ورحمته. سلام.